السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. أنا عبير. لو أول مرة تشوفوني، النهاردة إن شاء الله هشارككم طريقة عمل خبز برجر بيتي طري وهش وخفيف بعجينة قطنية بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة من أول مرة بإذن الله. وهقولك إزاي يطلع معاكي بلون موحد وجميل بالشكل ده. تابعي معايا الخطوات علشان تاخدي أفضل نتيجة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ. بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واشتراك في القناة. بسم الله. في البداية هنحضر محسن طبيعي للعجينة. هضيف معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة مليانة من الخميرة. هخلطهم مع بعض وهضيف عليهم ربع كوباية من المية الدافية. هخلطهم مع بعض كويس جدا وهغطيها واسيبها على جنب لغاية ما الخميرة تنشط وتتفاعل ويزيد حجمها. ودلوقتي هنحضر المكونات الجافة. معايا نص كيلو من الدقيق المنخول، دقيق المخبوزات. هضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقتين كبار لبن بودر لو متوفر، بس بيدي طعم ولون حلو للخبز. هخلط المكونات الجافة مع بعض زي ما انتوا شايفين، وهضيف عليه بيضة بحرارة الغرفة. ممكن تستغني عنها بس بتدي تيست حلو للعجينة، وحاجة احنا عاملينها في البيت عايزينها تبقى مغذية اكتر. وهضيف حوالي معلقة من الخل علشان ريحة البيض وبتدي هشاشة حلوة للعجينة. ومعايا كوباية من المية الدافية هضيفها بالتدريج. وهضيف خليط الخميرة بعد ما تفاعلت وهبتدي اعجن. وطبعا تقدروا تستبدلوا المية بالحليب زي ما تحبوا. عجنت العجينة من غير عجان علشان لو مش متوفر عندك عجان تقومي تعمليها على طول بكل سهولة. اتبقى معايا حوالي معلقتين كبار من المية، مش هحتاج مية تاني. وطبعا بتضيف المية او الحليب على حسب نوع الدقيق بتاعك وامتصاصه للسوائل. ولو لقيتي العجينة ملزقة ما تستعجليش وتضيفي دقيق تاني. مع استمرار العجن هتلاقي العجينة لمت معاكي. العجينة ابتدت تتلم زي ما انتوا شايفين. دوبت معلقتين كبار من الزبدة وهضيفهم للعجينة، وتقدروا تستبدلوهم ب3 معالق كبار من الزيت لو مش متوفر زبدة، بس الزبدة بتدي تيست حلو للعجينة. في البداية بعد ما اضيف الزبدة هتلاقوا العجينة بتتقطع، ما تقلقوش هترجع تتلم تاني. هاخدها على الرخامة بتاعتي، والرخامة تكون نضيفة ومسحها بالخل، واعجن بنفس الطريقة. هفرد من جوه لبره، ومع استمرار العجن هتلاقوا العجينة لمت معاكم وبقت ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين. عجينة طرية وناعمة وبتلزق في الإيد. عجنتها حوالي 10 دقايق، لكن لو في العجان هتعجنيها من 5 ل7 دقايق. هحط في البولة حوالي معلقة صغيرة من الزيت واحط فيها العجينة، وادهن وش العجينة بالزيت زي ما انتوا شايفين، وغطيها بالبلاستيك راب واسيبها في مكان دافي 40 دقيقة تخمر ويتضاعف حجمها، وعلى حسب درجة حرارة الجو عندك. وما شاء الله العجينة خمرت واتضاعف حجمها ومليانة هوا. واكيد شايفين اللهم بارك شكل العجينة عامل ازاي. دلوقتي هبتدي اقسم العجينة لقطع، كل قطعة وزنها 92 جرام. لو حابة ما توزنيش براحتك، بس انا بحب كل القطع تبقى قد بعض. ولو حابة تصغري او تكبري زي ما تحبي، بس انا بالنسبة لي الحجم ده كان مناسب جدا. وبعد ما قسمت العجينة ل10 قطع هغطيها علشان وشها ما ينشفش. وهبتدي بأول كرة وافردها، وارجع المها تاني واعملها كورة واقفل من تحت كويس جدا. وهحطها في صاج ألومنيوم مدهون بالزيت. وهوريكم طريقة تانية للتشكيل هتسهل عليكم جدا وبسرعة هتعمليهم. بمج كبير أو بولة هتعملي الحركة دي، وهتقفلي من تحت كويس. الطريقة دي هتفرق معاكي جدا وهتديكي شكل متناسق. وهكمل بنفس الطريقة كل الكمية اللي معايا، وهرصهم بعيد عن بعض علشان ما يلزقوش في بعض، علشان لسه هيخمروا وحجمهم هيتضاعف. وبعد ما شكلتهم ورصيتهم في الصاج هضغط عليهم ضغطة خفيفة واغطيهم بكيس تلاجة وفوطة، واسيبهم يخمروا في مكان دافي لغاية ما يتضاعف حجمهم. بعد ما خمروا واتضاعف حجمهم زي ما انتوا شايفين هدهن وشهم بالحليب. الحليب ضفت عليه معلقة صغيرة من السكر ودوبتها. وانا مش بحب ادهن وش اي مخبوزات بالبيض، وهدهنهم بالفرشة بكل هدوء علشان مخرجش منهم الهوا. وهضيف عليهم سمسم، والسمسم انا حمصته في البيت تحميص فاتح مش غامق، ويادوب هضغط ضغطة بسيطة علشان اثبت السمسم. وهدخلهم فرن سخن مسبقا على اعلى درجة حرارة عندي. لو الفرن بتاعك حامي هتدخليها على الرف الوسط، ولو فرنك هادي شوية هتنزلي الرف على اول واحد من تحت.
والخطوة دي بتفرق جدا في التسوية. في صاج هحط مكعبات من التلج وهحط الصاج على أرضية الفرن تحت صاج الخبز بنفس الطريقة. ولو التلج ساح والمية نشفت تقدروا تضيفوا في الصاج تلج تاني أو مية ساقعة لو هتدخلي صاج تاني من الخبز. وعلشان تاخدي لون موحد في التسوية هتلف الصاج كل 5 دقايق علشان ياخد اللون القمر ده دهبي من فوق ومن تحت. أنا مشغلتش عليه الشواية خالص، لكن لو أخد عندك لون دهبي من تحت ولسه من فوق شغلي عليه الشواية لغاية ما توصلي للون اللي انت عايزاه. وأول ما يخرج من الفرن هرشه بسبراي من المية واغطيه بفوطة واسيبه حوالي 10 دقايق علشان أول ما بيخرج من الفرن بيبقى ناشف، لكن لما بتغطيه وتسيبيه شوية بيرجع طري تاني. وده شكله بعد ما خرج من الفرن ورشيته بسبراي المية وغطيته. بضغط عليه بيرجع يرتفع تاني. زي ما حضراتكم شايفين الخبز طري وهش واسفنجي ما شاء الله اللهم بارك. وده شكله النهائي، واخد لون موحد ذهبي من فوق ومن تحت. هبتدي افتح واحد معاكم واوريكم شكله من جوه. ينفع تحشوا بيه اي حاجة على حسب رغبتكم، واكيد النتيجة ما شاء الله اللهم بارك واضحة ليكم. اتمنى تجربوه وتمشوا على نفس الخطوات والمقادير، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. ولما تجربوه هتلاقوه مختلف تماما عن اللي بنشتريه من بره. كفاية ان حاجة عاملينها في البيت ومضمونة ومغذية اكتر. وفي النهاية هستنى رأيكم وكومنتاتكم اللي بتسعدني. واتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو استفدتوا منه ولو بحاجة صغيرة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن وغيركم يستفيد، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كنت معاكم عبير، أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.